بعد ما صارت الفاجعة وين توفوا 18 شخص في واد الحراش، كمهندس معماري حبيت نقترح نصب تذكاري يخلد هذه الذاكرة الأليمة، ونقول لكم وعلاش لازم يكون كاين نصب تذكاري في حالات كيما هذه. كي بديت نخدم على الفكرة قررت أنه هذا النصب يكون مخدوم من الحديد اللي يتصدى مع الوقت باش يعبر على الأسباب اللي لحقتنا لهذا الحال، اللي هي غياب المسؤولية، الإهمال وعدم الكفاءة. النصب التذكاري راح يكون فيه 18 قوس غير مكتمل يعبروا لنا على 18 إنسان حبست حياتهم فجأة قبل ما يكملوا طموحاتهم. كل قوس عنده حجم واتجاه مميز باش يعبروا على اختلاف الأشخاص اللي توفوا. وكي توقف في زاوية معينة في النصب التذكاري، الأقواس المكسورة راح ترسم لك الاتجاه وين سقطت الحافلة. النصب التذكاري مهمته هو نمدوا معنى لحياة الأشخاص هادو اللي ماتوا قبل ما يمدوا معنى لحياتهم. يعني كي نخلدوا الذكرى الأليمة ديالهم ما نولوش نحسوا أنهم ماتوا بدون معنى، بصح رايحين يحملوا رسالة مهمة لينا احنا والأجيال اللي بعدنا، باش ما نزيدوش نخلوا الإهمال وغياب المسؤولية وانعدام الكفاءة يديروا كوارث كما هادو.